أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لا إله إلا الله. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا حول ولا قوة إلا وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الله. يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ما شاء الله. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200.
والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. يا سلام، يا ساتر يا رب سبحانه وتعالى. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الأطهار. محمد إقبال، أقبلت علينا بهذه التلاوة بهذه ودخلت القلوب. الصواريخ قصدك؟ ها؟ بهذه الصواريخ هذه قصدك؟ الصواريخ النبوية. الجواب تسمعه راح يوصل حد معين يفاجئك بجواب أعلى يعني. حرض المؤمنين، هذا التحريض يتطلب صواريخ. نعم، يحرضهم صوت وصورة. إذا جت شيخنا. مضبوطة يعني صوت وصورة. دكتور باسم انسجام. يحرضهم صوت وصورة. ايوه تفضلوا شيخي، شيخ شيخ أحمد بسيوني، بسيوني. تفضل. أحسنت. بس الصواريخ بتاعتك ديت يعني كان لو تهدى شوية شوية اي صح. كانت حتى هتبقى تصل كويسة. للهدف بشكل مباشر. أيوة. لكن هي بتبرجل الجواب اللي انت بتقوله يا حبيبي، فانت يعني تهدي الصوت شوية في الجواب بتاعك، علشان بنسميه احنا في المقامات نشاز، بتبقى صعب على أذن المستمع. كل ما كانت وسط وانت لسه صغير في السن، الرخامة بتاع صوتك مش موجودة في الجواب العالي، تقوم تصرخ جامد قوي بجواباتك، تقوم تأثر على أذن المستمع. عايزين تبقى أهدى شوية،
وانت احسنت ان شاء الله. بالنهاوند كانت حلوه، بس بالرست وبقيه المقامات لا، التكلف كان تكلف يعني واضح فوق بالاعلى. عايزين اهدى شويه. يعني صاروخ اقل. يقولون هذا صاروخ فرد صوتي. يعني وضوح بالطبقات الصوتية. شيخنا شيخ دكتور مشتاق، وضوح بالطبقات الصوتية ما كان واضحة إنه يعني. سيد كريم، دكتور مشتاق شعلي حبيبي شعلي دكتور. لا مو هي أنا وياه عندنا بالطبقات الصوتية عندنا نتعلم. طويل. ودي انا راح على اعلق على السفيل. الطبقه الصوتيه. على الطبقة الصوتية. ايه تفضل. يعني بالنسبه لعزيزنا محمد كان موفقا، إيه. ولكن هي سبحان الله التلاوه المتكامله يؤثر بعضها على بعض. نعم لما اختار الطبقه الخطا وين اثر؟ وقوفاته سليمه نعم. لكن اثر في النفس، اخذ نفس في غير موضعه اكثر من مره. لماذا؟ لانه الطبقه جاي تعبه، حتى لما انتهى حسيته بانه بدا قل طاقه يتعب. التنفسيه. نعم طبعا فضلا عن مشكله النفس، هو عنده تحديدا مشكله اخرى اللي هي مشكله التنافس. احنا بنظام جائزه العميد ممكن ان تتكرر الدوله في المرحله الاولى في مرحله نصف النهائي، ولكن في النهائي ينبغي ان يمثل كل دوله واحد. هو عنده منافس يعني هو آخر. ينافس دولته وينافس المتسابقين أحسن. الاخرين. هو دكتور طبعاً هي مشتاق، هذه- وين الشيخ دكتور العصفور؟ يعني هذا المد اتهم على كيفك وياه، لان القتال مدها مد يعني فعلا مثل ما قال يستحق الاساتذه انا البارحه باليستي. فهذا هو ينسجم يعني تفاعليه بين نعم. التحريض وبين المد البعيد. نعم. فاتهم على البارحه كيفك كنت وياه. اقترح هون عليه هون عليه. والتطبيقات يطبق. والشيخ مجاهد فيحب الجهاد ويحب احسنتم. تعقيبا على كلام دكتور مشتاق بخصوص يعني طريقه جائزه العميد بتاهيل المشتركين الى النهائي، ليش اشتركوا من نفس الدوله اكثر من مشترك؟ هذه فرصه تميزت بها جائزه العميد